ماما بس المتنافسين بدهم يكونوا متكافئين. والمتنافسين بدهم يكونوا متواضعين كمان. ما تنسي ليمار، اليوم رح نعمل منافسة بين ليمار وصوفيا، مين رح يعرف يزين الكريب بطريقة أحلى وأطيب أكيد. ماما شو بتعرفي عن ذوقي؟ كتير حلو، كتير، بس ما تورطوني انت وياها. انا ما رح احكم، رح اترك المتابعين هن يحكموا، بس يلي بيربح بده يتواضع، ويلي بيخسر بده يتقبل الخسارة ويشتغل على حاله. ليمار حاسة حالك دهانة، شو عم تدهني حيط؟ صوفيا ما مننتقد الاشخاص، مننتقد العمل فقط. ركزي بالخيط تبعك صوفيا. رح قلكم باختصار، ليمار حاطت ياقورت فراولة وزينتهم كمان بالسبرينكلز الملون، وصوفيا حطت زبادي يوناني وسبرينكلز اسود. فكرة يعني إذا حطيتي الوردة الزهرية بتصير أحلى. صدقيني الوردة ما خاصة بالمنافسة. ماما شوفي لي من لمنظر حتى المعلقة ملبقت عليهم. هلا انا بالعاده ما بحب المنافسه، لاني بحب الانسان يشتغل من جوا من قلبه حتى هو ينجح، مش تيكون احسن من غيره. بس ما بقدر انكر حقيقه انه المنافسه بتخلي خصوصا الطفل يعطي احسن ما عنده ويتحدى نفسه تينجح. فالمره الجايه رح نعمل منافسه، مين بيخلص اكل اول، مين بيخلص درس اول، مين بخلص ترتيب أول. يا لها من ورطة كبيرة. عادي، ما أنت بتقولي الحياة مكسب وخسارة. يعني ناوية ما تربحي بهيدي المنافسات؟ ما هيك، بس إذا نافسك الناس في الدنيا فنافسهم على الآخرة. حلوة كتير، بس ما هم بيقولوها، أنت عم بتنافسي حتى ترضي أمك. طيب وإذا عملنا منافسات على عمل الخير والطاعة؟ أبشري. الله شيخة صوفيا، صليتي الظهر؟ إيه؟ وليه ما انطرتيني نصلي جماعة؟ أحسن التنافس ما كان في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ماما قولي رأيك، مين ربح؟ يعني مصرة تورطيني. طريقة ليمار أحلى، بس طريقة صوفيا أطيب. عطول بتزبط معك تهربي.